ايماجيني مرة فوت نهارك كامل ملي نوض الصباح ورحت تقرا ولا تخدم، صاديبو كل واحد شي عنده، تتلاقى بناس كبار صغار نساء رجال يهضروا معاك، تهضر معاهم، تاكل تشرب ديرهم كامل، وتجي باش ترتاح مور التعب كامل تاع نهار طويل، تحط راسك على المخده وفي موين مخك تجبد لك سؤال من تحت الارض، علاش قلت هذيك الهضره الصباح كون غير ما هضرتهاش وقعدت ساكت خير، ولا علاش قعدت ساكت الصباح وما هضرتش. نورمالمون ريكلامي في هذاك الموقف وما نقعدش ساكت، باينه بنت ضعيف قدام الناس، تبدا تتخيل في راسك السيناريوهات اللي رديت فيهم وكون هكا وكون رديت هكا وما رديتش هكا. الصباح تقول فلانه ولا فلان فات عليا ودار روحو ما شافنيش، المره الجايه لازم نخلفها له، هذاك بعث له ميساج وخلاني في، هذاك عيط له الصباح ما ردليش. الا هضروا ولا ضحكوا قدامك راح تقول بلي يشروا ليا، ولا ضحكوا معاك ولا مضحوك راح تقول بلي راهم يحرشوا بيا، ولا ما هضروش كامل ولا ضحكوا معاك راح تقول بلي راني جايهم ثقيل وراهم اللي كيدوا فيا. الا جا واحد ضحك معاك ولا قصر معاك ولا قال لك بلي راك شباب اليوم راح تقول بيان سور بلي خاصته حاجه من عندي راه باغي يقضيها ولا راه بيدير لي عفسه عيانه، وتبدا غير تخمم وتستنى تشتهي، ومن بعد يفوت الوقت وصديبو ديكوفري بلي ما كان لا عفسه عيانه لا والو، غير قالها لك هكا وصايب بصح صح كنت تبان شباب ذاك النهار، ولا صديبو ما كنتش تبان شباب وصح كان باغي يدير لك عفسه عيانه. المهم ولا عقلك يبعث لك سؤال واحد اخر محير اللي يجيني ما معنى اللي هو علاش البيتزا كاري كاينه غير حجم صغير برك مكاش بيتزا كاري كبيره، لا علاقه مالش. المهم هذو الاسئله والاشكاليات كامل اللي راه يبعث لك فيهم عقلك هو ما يسمى بالتوسويس، واللي هو الموضوع تاع الفيديو تاعنا تاع اليوم. علاش انت ولا انت اللي تفرج فيا موسوس واللي هي فئه كبيره من الشعب الجزائري، علاش عقلك راه يدير لك في هذا التوسويس كامل؟ شاهي الفايده، اسكو هو مليح لحياتك اسكو هو مش مليح لحياتك؟ هذا الشيء كامل وكثر راح نجاوبوا عليه في الفيديو تاع اليوم. ودوكا قبل ما نبداو كالعاده نفوتوا واحد من التعليقات تاعكم. التعليق تاع اليوم من عند آية بيرخا اللي كان في الفيديو اللي فات تاع سحر المقابر اللي هضرنا فيه على السحور وكيفاش تحمي روحك. عندي فاميلتي مسكينه دارت لها خالتها، هذه الخاله طبيبه ولاباس بها بطوموبيلتها بدارها بالكابيني بملكها، السبب انه هذه الطفله كملت قرايتها بدات تخدم وزوجت في نفس الشهر، وهذه الخاله كانت مطلقه من سنتين وكبيره وما عندهاش دراري، مالا سحرت بنت اختها، حسها مريضه نفسيا وعندها نقص. كيفاش دير البنت اختها كل انواع السحر المدفون الماكول والمرشوش وغيرهم، يعني صرفت بالاقل 50 مليون ولا اكثر عند السحاره. لكل من قرأ تعليق يدعي لها بالشفاء، راهي مسكينه في حاله، خصوصا لما تشوف امثالها اللي يتزوجوا معها بولادهم وهي عطلوا لحيتها بسبة الغيره. ربي يشفي جميع مسحور وينتقم من السحرة شر انتقام ويجعل قبورهم حفره من حفر جهنم. جميع واحد راه يشوف هذا الفيديو دعوا لها كامل تحت في كومونتير، ربي يشافيها وربي يفك عليها هذا السحر. خليكم كونت على انستغرام ودوكا نبداو. ظاهرة التوسويس هذه ماهيش حاجه جديده علينا، وانما قديمه شويه بزاف، يعني ترجع حتى للعصر قديم، يعني تاع جدك الاول الانسان القديم اللي كان يصطادوا في الغابه وكامل، وين كي كان مريح في الغابه ولا في الطبيعه ويسمع صوته ما يعرفش المصدر هذاك الصوت شتاهو، ما يقولش باللي هذا نسيم الريح راح يداعب في اوراق الاشجار، وانما يقول لك باللي هذا سبع راح يحوس ياكلني. ابغى في صح هذاك صح صوت نسيم الريح تداعب في اوراق الاشجار، ولكن هو يتوسوس، وبفضل هذاك التوسويس عاش هو وعاش ولاد حتى لحقوا لعندك انت ولا انت اللي راك تفرج فيا ومازال ما ترجم ولا ابوني حتى لدروك. وهذا التوسويس ولا هذا الشيء علاش يجي؟ لانه عقلك عزيزي المشاهد يخاف يغلط في الجانب تاع الخطر، يعني ما يريسكيش مع حاجه مجهوله، خاصه لما كانت مرتبطه بالسلامه ولا الامان تاعك، يعني اي حاجه مجهوله يفضل انه يترجمها على انها خطر احسن من انه يخليها هكاك مجهوله. رجل هذا الانسان دائما يكون حاب يريح في الكونفور زون تاعو ما يدير والو، يخاف من حاجه جديده ما دارهاش ولا بس ببساطه يعتبرها خطر عليه، اي حاجه جديده تساوي خطر. على هذه كان يخلي دائما عقل الانسان حذر ومسوس، تشك وتسلك خير من تطلق روحك وتموت. هذا هو الشعار تاع عقلك في يخدم. وهذا التوسويس في كلش باش تحمي روحك جاي من واحد المنطقه اللي يسموها الامجدالا، واللي هي غده صغيره جايه في الجسم تاعنا تخاف عليك اكثر من روحك، وتعتبر اي حاجه مشبوهه ولا صوت غير معروف خطر ديريكت، يعني صار لها كيما الحاسه العنكبوتيه تاع سبايدر مان اللي تحميه من الخطر. تيري 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 وسبايدر العنكبوت تيري 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 هوب. اسمع دروك تجي تقول لي رويس ما توسويس مليح يحمينا من الدونجي والخطر، نقول لك لا صبر دوك تفهم، هذا التوسويس من كلش ماهوش حاكمك غير انت ولا جدك القديم عز المشاهد، وانما حكم بزاف شخصيات كبار معروفه في الموند وعلى مر التاريخ، كيما نابليون بونابرت القائد الحربي مشهور في العالم كامل، او اللي كان امبراطور تاع فرنسا في القرن 19، يبا في اخر ايام حياته في جزيره سانت هيلينا مور كامل ديك الهيبه والرعب اللي كان دايرو في اوروبا كملها موسوس، يخاف يشرب من كاس تاع الماء، يخاف من الطبيب تاعو، يتوسوس من الممرضه تاعو، داير في بالو باللي الماكله مسمومه، الطب راهم يحاولوا يضعفوه باش يقتلوه باش ما يخرجش من المنفى تاعو في جزيره سانت هيلينا ويعاود يدير انقلاب ولا القتل اللي كان يفوت عليه ويتوسوس له، فاهم باللي راح يدلوا السم في كوب الماء، هيا وخلصت عليه موسوس حتى مات. المهم
وماشي غير هو برك، ولكن ثاني نيكولا تسلا اللي بسبب تكريات الكهرباء واكتشف التيار المتناوب وعنده بزاف تاع براءات اختراعات بالجمله. وكان موسوس كبير، كان يغسل يدو 18 خطره في النهار، وكان يدور على البابنا 3 خطرات قبل ما يدخلوا. وكان يقول بلي الناس راهي تشوفني مهبول، ولكن الحسابات في كل شيء تساعدني باش نفرض النظام على حياتي. يعني ما يمكن يغسل يديه ولا كيدخل كاش بلاصه. المهم، وماشي غير هو ثاني، كاين ثاني فرانس كافكا، كاتب الماني معروف واديب كبير، وكان موسوس بزاف خاصه في الحب لاموغ. وين كان يكتب رساله تاع حب في الليل وكينوض غدو من ذاك الصباح يحرق، تبان بيزار. يعني تاويه غير كيف تتبعث تحلى بالميساج، وفرانس كافكا يكتب رساله من بعد يحرقها غدو من ذاك. بصح الفرق هو انه كان يحرقها وانت كنت تبعثها، ماشي كيف يا واحد الحلاب. بون هذه الحلابه لم يتفرجوا فينا، تحيه ليكم. والناس اللي ماشي حلابه هبط تحت درجه مو ابوني ولا انت ثارك تنعدم مع حلاب. وخطب شعر من خطره، ولكن ما زوجش لانه كان موسوس بزاف من روحه ولا من الشركه تاعو. وما كانش موسوس غير في الحب برك، ولكن كان موسوس حتى من القدره تاعو على الكتابه. كان يشوف روحه باللي الكتابه تاعو ما يصلحوش، وقال لصاحبه بلي كي نموت حرق كامل الكتابه تاعي ما تخلي والو. ومزيان صاحبه ما دارش عليه، كون صاحبه حرق الكتابه تاعو كون ماهوش معروف، وكون انا ما لحقتنيش هذه المعلومه ومانيش ندير لكم في فيديو دروك اللي راك تفرجت فيه حتى لدروك مازال ما درت جام ولا ابوني. دير جام ولا ابوني. المهم، وثاني ايلون ماسك اللي موسوس بزاف من الذكاء الاصطناعي وخايف منه في المستقبل. ثاني ستيفن جوبز اللي كان موسوس بزاف خاصه في لي برودوي اللي كان يخدمهم تاع ابل. وين كان يبغي النظام هكا، لا بغات تمشي زعما دير الكابل منه ولا ما يمشي، يقول لك لا ديروا بهذا الترتيب معين كيما راني نقول لك. بصح تقول له يمشي يقول لك لا ديروا هكا. اوكي عمي جوبز اوكي. يعني هذو كامل اللي هضرنا عليهم وبزاف واحد اخرين ما كانوش عايشين حياه فيها شويه توسويس، ولكن كانوا عايشين توسويس فيه شويه تاع حياه. سما تقول لي رويس توسويس ماهوش مليح مادام يكره لك حياتك هكا. لا ثانيه هاو كيفاه. صبر ما تقلقش دوك تفهم. ثاني من اكبر اسباب اللي راهم زايدين لك توسويس في حياتك لي ريزو سوسيو، يعني تيك توك والانستغرام والسناب. ماشي اليوتيوب لا قعد تفرج فيه، بس كان انا هناك تفرج عليا حاجه مليحه مالش. لان وقت كبير من حياتك راه يروح في الانستغرام والتيك توك نهار كامل وانت تشوف في ناس ناجحه عليك عايشه حياتك، تفواياجي تاكل تشرب تلبس، وهذا الشيء اللي يفتح لك باب المقارنات. يعني تولي تقارن في السيد وتقول انا علاه مانيش في بلاصتو، علاش هو راه يعيش وانا قاعد هنا. وتصيب باللي حياتك راهي بسيطه اكثر من انت بسيط. يعني حتى وين بسيط يبدا يضحك عليك، هاو يضحك عليك. هنا وين تولي تقول باللي في راسك انا مانيش كيما هما وعندي حاجه ناقصه خاصتني حاجه ديفو فيا انا. من بعد تزيد توسوس، كل ما زيد تسكرولي كل ما زيد تنحرق من راسك ويزيد التوسويس اكثر. صح ندير هذه ولا ندير هذه ولا نقعد في بلاصتي اي كوميرس منا بعد تسيب روحك قاعد في بلاصتك وما درت حتى حاجه وزيد تكره حياتك ويزيد يعاود يضحك عليك بسيط من الفوق. وماشي غير في القرارات تاع حياتك برك، ولكن ميم كي تبغي تشري حاجه ولا تستهلك منتج ولا برودوي، يعني تشري تليفون ولا فريجيدار ولا تلفزيون ولا سكنه ولا تروح للعقارات وكامل. هي انت مرنك عليك، اغلب الشعب مرنك عليه، ولكن اللي يبغوا يشرو فاني يطيحوا في نفس البروبليم تاع العقارات. كاين بزاف كسوه 100 حانوت، الماكله كيف تليفونات كيف ناوي يفتح لك باب المقارنات ويزيد يفتح لك الخيارات، وكل ما زادوا الخيارات يزيد التوسويس. وكاع الا شريت الحاجه اللي راك باغيها ماشي تشريها بالسومه اللي راك باغيها وتقول كون شريتها منا خير، ولا يخرج لك تشريها اليوم غدوه يخرج لك فيديو بسومه اقل من اللي شريتها انت وزيد تكره حياتك وزيد توسوس اكثر ويعاود يضحك عليك بسيط من الفوق. خاطر حياته بسيطه وماهوش موسوس وانت يا موسوس. وعلى هذه مارك مانسون في الكتاب تاعو فن اللامبالاه اللي على بالي بلي كامل فيكم واحد ما بال به وقراه، يقول لك كثرة الخيارات تزيد لك الشك، يزيد لك توسويس، كي يزيد لك التوسويس بصحتك ضاعت حياتك بسيط راه يضحك عليك من الغد. جميع هذا الشيء كامل اللي هضرنا عليه على التوسويس راح يكون بشكل مضاعف بالنسبه لواحد اللون تاعو ازرق، ولا كل انسان عنده لون معين اللي يرمز للشخصيه تاعو. هذا هو الشيء اللي قالوا توماس إريكسون في الكتاب تاعو محاط بالحمقى، اللي يشرح فيه الانواع تاع الشخصيات. يعني كل واحد والشخصيه تاعو، افونتاج اللي فيها، النيجاتيف اللي فيها. باغ اكزومبل تا ولا انت اللي تفرج فيا عندك لون معين احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا ازرق اللي هو الموسوس، واللي يجي يبازي بزاف على لي ديتاي. الا بغيتو نديركم فيديو عليها باش تعرفوا الشخصيه تاعكم شاهي، اش لازم دير اش ما لازمش دير، الايجابيات والسلبيات تاع الشخصيه تاع كل واحد فيكم، خلوا لي تحتها في كومونتير. اوكي ماشي غير هذو برك اللي هضروا على توسويس، ولكن ناس واحد داخله في المجال تاع علم النفس قالوا باللي الانسان اللي يشك بزاف في كل حاجه، والناس اللي دايرين بيه وفي كل حاجه تصرالو في حياته بشكل مفرط، يعني عز المشاهد باللي ما عندوش ثقه في نفسه. يعني كل ما شكيت بزاف في الناس وفي كلش وفي كل حاجه، عارف باللي انت ما عندك ثقه في حتى حاجه، يعني ما تقدر دير والو، ما كبي دير والو، موسوس. وهذا ماهوش امر جذاب، مكش اللي راح يشوفك طاتيريك تكون موسوس من كلش، سما خطيك من التوسويس.
دوكا نلحقوا الاجابه تاع السؤال تاع الفيديو تاعنا. علاش بيتزا كاري جايه كاري غير صغيره برك وما كاش حجم كبير؟ على خاطر مشتو السؤال معليش. المهم اللي يعرف الاجابه لهذا السؤال يخليها لنا تحت في كومونتير. دونك الاجابه تاع السؤال تاع الفيديو، اسكو التوسويس مليح ولا مش مليح في حياتك انت ولا انت اللي راك تفرج فيا؟ التوسويس حاجه مليحه في حياتك الا عرفت كيف تستخدمه، لانه يحميك من الغدر تاع الناس، الكذب والخديعه والتنوفيق، وثاني من انك تندم على ديسيزيون في حياتك. هي الندمه فيها ولكن كي تكون تعرف كيف تتوسوس ولما تتوسوس ماكش راح تندم في حياتك. يعني ماكش راح تعطي لا شونس ولا دير كونفيونس في اي واحد وصاي، لانه توسويسك كان في محله. ولكن الا زدت في لا دوز تاع التوسويس وفت الحد راك رايح تولي عايش في سجن صغير، انت هو السجين وانت هو السجان في نفس الوقت، لانه يعني انت اللي بنيت الحبس وانت اللي دخلت ليه وانت اللي بلعت الباب على روحك وراك قاعد فيه حتى لضروك. لانه الا توسوست من كامل الناس وما درت ثقه في حتى واحد راح تعيش وحدك. ما راهم دايرين بيك بزاف تاع ناس، ولكن انت راك تفضل تعيش وحدك. والا ما درتش الثقه في القرارات ولا الديسيزيون تاعك راح تبقى دائما خايف وقاعد في بلاصتك وتافونسي لاريير. دير في حسابك باللي لا حتى انت وما درتش الثقه في روحك واحد ما راح يدير فيك الثقه ولا يتكلى عليك. ودير في حسابك باللي اللي يشك في كل شيء عمره ما راح يعيش ولا شيء. نقول هذه الهضره كامل اللي هضرناها تنطبق على انسان اللي عنده شويه عقل ويعمر راسه، ماشي اللي ما على باله بحتى حاجه. لانه اذا كنت انت من النوع الثاني اللي ما يعمرش راسه ما على باله بحتى حاجه وعايش حياه بسيطه كيما تا بسيط يعني هذا الفيديو كامل ماهوش ليك. يعني غير ما كان تعمر راسك ولا تديرونج، هي على بالي بلي انت ما تديرونجش اصلا. اسمع هذا الفيديو ماهوش ليك. كانت هذه لافان تاع الفيديو، ما تنساش تخلينا كومونتير شباب كيما انت. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. تشاو.